تم يومه الأحد 10 دجنبر 2023 توقيع محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، وفيما يلي الإجراءات ذات الأثر المالي. في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم. 4 اجتماعات متتالية خصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها، وقد أفضت أشغال هذه الاجتماعات التي مرت في جو طبعته الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص فيما يلي. أولا، الملفات الفئوية. رقم 1، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة خارج السلم لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة الخامسة بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم. ثانيا، منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. ثالثا، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين. رابعا، تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. خامسا، الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم. سادسا، مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب. سابعا، تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية مدير، ناظر، حارس عام نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. ثامنا، الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% مع جعل القيام بها اختياريا. تاسعا، فتحه بصفة انتقالية ولمدة محددة إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممولين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة خارج السلم إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي تحددها النظام الأساسي. عاشرا، منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم العاشر الذين تم توظيفهم الأول بالسلم التاسع المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 أقدم اعتباره مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى سلم 11 بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات. 11، منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا 2 سنين من التكوين بأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة خارج السلم، تحدد في 4 سنوات الذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات الذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة. 12، تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو السلم الثامن المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد. ثانيا، الزيادة العامة في الأجور. إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صافي حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين متساويين فاتح يناير 2024 وفاتح يناير
2025. كما تم علاوة على ما سبق التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلب ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل. وفي هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 819/23 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.